يبقى احنا قلنا يا سنه ثانيه ان انا الوطن العربي يقع في قارتين اثنين. ايه القارات اللي يقع فيها الوطن العربي؟ اتفضلي يا سلمى. قارتي اسيا وافريقيا. يبقى انا عندي جناح اسيوي يعني يقع في الاراضي الاسيويه في قاره اسيا ودي الدول اللي هنقول عليها دلوقتي، وعندي جناح افريقي ده الجناح الاكبر واللي يقع في قاره افريقيا. طيب ده اللي احنا قلنا عليه. وقلنا الوطن العربي الجناح الاسيوي اللي هو اقل في الحجم في دول كتيره في العدد. كم دوله في الجناح الاسيوي؟ اتفضلي. 12 دوله في الجناح الاسيوي، معنى كده ان دول الجناح الاسيوي صغيره الحجم وهنشوفهم دلوقتي، لكن الجناح الافريقي واللي مساحته كبيره هنلاقي فيه عدد دول اقل، 10 دول في الجناح الافريقي وهو المساحه الاكبر. طيب ده بالنسبه لاول جزئيه معانا سريعا كده، واحنا جبنا سيره الدول بتاعت الجناح الافريقي المره اللي فاتت وقلنا الوطن العربي قلنا قارتين اثنين، بس لو قلنا يتوسط قارات العالم القديم يبقى يقع فين؟ بين قارات العالم القديم اللي هي ايه؟ مصفى اسيا وافريقيا واوروبا، بس صح وغلط خليك معايا. تقع اراضي الوطن العربي في قارات اسيا وافريقيا واوروبا. غلط. يبقى انا لما يقول لي هو موجود فين؟ موجود في قارتين اسيا وافريقيا بس بيتوسط موجود بين 3 قارات. قلنا احنا ما عندناش اراضي وطن عربي تبع قارات اوروبا. مش قلت لك لو كنا عندنا في اوروبا يا واد اراضي وطن عربي كان زمان علينا خضار وشعار اصفر يا واد، مش باين علينا ابدا اي شجره. تمام. يبقى ده بالنسبه للوطن العربي موجود في قارتين اثنين، بس موجود محصور بين 3 قارات اسيا وافريقيا واوروبا. لما نتكلم على دول الجناح الافريقي نفتكر مع بعض بسرعه. هقول اسال اشاور وفران جاسر. دوله مصر. احنا جيت في جمل اللي اسالهم. مصر. دولة السودان. خليك معايا. لا سريعا كده يا شباب. قلنا الخريطه من كتر تكرارنا وشغلنا عليها عايزينها تبقى مهضومه جدا بالنسبه لنا. تمام. دولة اللي موجودة معانا من زمان. بعدين دولة تونس الخضراء. الجزائر. ودي اكبر دولة عربية في المساحة. لا مش في جناح افريقيا بس، اكبر دولة عربية في المساحة سواء جناح افريقيا او جناح اسيوي. طيب دولة بص بقى يا باشوات، عشان لو في حد ليه اخ او اخت في سنة 6 هتلاقي حضرتك في سنة 6 والخريطة معاك وحط تعمل فيها ايه؟ حدود كده. هنا المغرب دي في المنهج بتاع تاني اعدادي الصحراء المغربية مش تبع دولة المغرب او مملكة المغرب، لكن في منهج المناهج الجديدة في سنة 6 لا بتشيل الحدود دي وتعتبر دولة واحدة. فناخد بالنا من التركه دي، فعندك بس هتعمل شرطه في ايه؟ في الخريطه. طيب جميل. قلنا جاوبنا اللي وراه. دولة مالك دولة زعلان موريتانيا. لو سمحتوا ناخد بالنا من الحروف كلمة موريتانيا معظم الطلبة بتبقى غلط. موريتانيا ناخد بالنا بس ايه من السبرينج بتاعها والحروف بتاعتها. طيب لو عدينا كده لا لسه عمور. دولة الصومال. امال لو قلنا الدولة الصغيرة دي يا يوسف دي العراق. قلبي لا يحتمل. لا اساسا العراق في الجناح الاسيوي اساسا. دولة جيبوتي عشان عاملها زي الجيب كده صغننه جنب الصومال كده. جيبوتي يعني دولة جيبوتي ومعانا كلام عنها النهارده. دولة جيبوتي. تمام. لو عندنا يا عم جاسر الدول دي كده هنلاقيهم 9. في دولة 10 مش لاقيينها يا عم جاسر. دولة جزر القمر دي الدولة ال10 اللي معانا، بس طبعا مش هتظهر في الخريطة دي. ليه مش هتظهر في الخريطة؟ لأنها هيا محمد مش هنتكلم كده، مش هنتكلم جماعي. التجمع والوطن العربي لأنها في نص الكرة الجنوبي. أنا عندي هنا آخر المهلة الدنيا جميل تحت البطشة جنب في خط الأسواق هي طب والله كويس فكرتيني. هي تقع كام جنوبا؟ جنوب خط الاستواء بكام درجة؟ جزر القمر جنوب خط الاستواء ب 12. فمش هتجيبها الخريطة، عشان كده هتجيبها خريطة العالم، لكن دي ما تلاقيهاش. وتلاقي ساعات في خرائط في الامتحان او كده او في الكتاب تلاقي جايبها لك في الجنب كده، هي مش مكانها هنا، قصصها وحاططها بس كده. طيب ده بالنسبة لجزر القمر. كده 10. تعالى بقى نشوف الجناح الاسيوي اللي مكون للغايه من 12 دوله. فاحنا خدنا اساميها ما فاتت؟ ما خدناش اسامي الجناح الاسيوي، ما عشان ما يحصلش لبس بين الاثنين. تمام. معايا بقى ركز معايا. اكبر دوله البنات هيركزوا معايا، لو حد لقط كده بعض الدول خليها تشتغل معايا. دليل لو قلت الدوله الكبيره دي السعوديه. طبعا المملكه العربيه السعوديه. طب حلو. دي اكبر من الدول حجمها كبير جدا كبيره. طيب خلينا في الكبار الاول بعدين ندخل في الصغيرين. هنلاقي اللي تحتها كده تحتها مباشره دوله لا ده هي لا اليمن. اليمن. دولة اليمن. تمام. حجمها كبير برضه.
خدوا بالكم من حاجه، اليمن تقع على مسطحات مائيه اكثر من مسطح مائي، يعني عندي هنا خليج اسمه خليج عدن. خليج عدن ده من ايه الاسامي اللي احنا ما قلناش مره فاتت، خليج عدن. خدوا بالك هنا البحر العربي، لكن ده خليج خط كده يعني خليج عدن. وهنا بتطل برضه على ايه؟ ايه ده؟ مين ده؟ البحر الاحمر. تمام؟ يبقى البحر الاحمر. يبقى انا عندي اليمن بتطل على خليج عدن وبحر، وعدن اساسا بنسميها اسم مدينه يمنيه، مدينه عدن. طيب اليمن، جنب اليمن ها؟ سلطنه عمان. سلطنه عمان ضمها ليه ابو فاطمه يا شباب؟ عشان في عاصمه الاردن اسمها عمان. عاصمه الاردن اسمها عمان، لكن دي سلطنه عمان. طيب احنا كده خدنا 3 دول، من الدول اللي خدناها. طب نتخيل فوق عمان كده على طول في دوله فوق عمان على طول، ده هي اللي فوق عمان على طول بس. ها؟ لا يا شيخ، ما نعرفها ولا ايه؟ الاردن اتنقلت هي مالهم؟ دوله الامارات. تسمع عن برج خليفه، اكبر برج في العالم، دبي والشارقه، هي دي الامارات. يعني دي الامارات العربيه، ده مكانها. ده ايه؟ شمال عمان، دي الامارات. طب لو احنا مكملين، شايف الدوله اللي عامله زي لايك كده؟ الدوله اللي عامله زي لايك دي سهله؟ قطر. دي قطر اقول على قطر جزيره؟ لا. ها، اقول على قطر جزيره؟ اقول عليها ايه؟ ها، الله يصلح حالك. يبقى قطر تعتبر شبه جزيره. امتى اقول عليها جزيره؟ امتى؟ ايوه يا ريس. طب انا هل عندي دول في الوطن العربي دول جزريه؟ البحرين. ايوه يا سيدي كده، ايوه عيب اخدت الكلام ده لسه دراسات يا ولد، انا مش شاطر يعني، امسك يا ولد تاني. يبقى انا عندي دوله البحرين اهي، واحنا قلنا دي مش حسنه طالعه ولا غلطه في الخليج العربي، دي دوله عباره عن جزيره. دوله البحرين، مملكه البحرين دي جزيره في الخليج العربي. ده عايز عدسه مكبره عشان تشوفها. واحنا خدنا قبل كده جزر القمر. ايه كلمه اللي قلتها من شويه دي؟ دوله جزريه. يعني دوله بتتكون من جزيره او اكثر من جزيره. فالكلمه جديده بالنسبه لك، مش معانا في المنهج بس اعرفها ايه، انا عارفه السنه الجايه ان شاء الله. طيب دي كده قطر، ده هي هنشاور عليها كده هنا عشان مسافه مكان قطر. وبرضه عشان مفيش مكان هنشاور كده بالسهم كده، دي البحرين. تمام؟ لو شاورت لك هنا كده ها اتفضل. الكويت، دوله الكويت دي يعني برضه الدول حجمها صغير، بس نلاحظ شمال الكويت دوله حجمها ضخم كبير. الاخ جاسر نو كومنت. ها، العراق. امبارح بتوع سنه بيقول ايه؟ هو ايه الخطوط اللي في العراق دي؟ حد عارف؟ ايه الخطوط اللي في العراق دي؟ ها انهار ايه؟ حد عارف يسميها معلومه كده؟ دجله والفرات. نهر الفرات اللي على الشمال، اللي على اليمين دجله هناخدها بعد كده، اللي على اليمين ده دجله وعلى الشمال ده نهر الفرات. ده نهر الفرات ونهر النيل، نهرين من الجنه. ده حديث الرسول. دي دوله العراق حجمها كبير، تحتيها على طول الكويت. طيب دي العراق. قصاد العراق دوله برضه حجمها كويس، هاي سمسمه. سوريا، دوله سوريا ماشي، بس تحت سوريا على طول، تحت سوريا جنوب سوريا على طول دوله كده. ها، دوله الاردن، جنوب سوريا على طول دي الاردن. تمام؟ فاضل اخر دولتين معايا، اخر دولتين. مريم، طب احنا مش عارفين من بعض. بص يا باشا، لما اخرج من مصر اول ما اعدي كده الشهر يكشف الجنسيه هلاقي هنا كده دي هي دوله فلسطين العربيه. فدي دوله فلسطين جزء عزيز جدا، مش عشان هي ارض عربيه وبس. السنه الجايه ان شاء الله مفترض عندي عندنا كلام على الاراضي. وسمعت ان شيخ الازهر قال ان في السنه دي هيبقى في مقرر كده من مش عارف انهي ماده، اظن ماده زي دراسات، هيبقى في مقررات كلها. ده كان شيخ الازهر قال لازم الطلبه يعرفوا تاريخ فلسطين بس مش عشان دوله عربيه احنا متعاطفين معاها، ده ارض مقدسه، الارض الوحيده اللي في الكره الارضيه اللي ربنا قال عليها الارض المباركه. دي ارض المحشر يوم القيامه، كل البشريه تتحشر في ارض فلسطين. فيها المسجد بتاعنا الاقصى اللي هو اولى القبلتين. اول ما فرضت الصلاه كان المسلمين يقفوا يصلوا ناحيه المسجد الاقصى مش ناحيه الكعبه، فليها قدسيه حكم فيها سيدنا ابراهيم ومعظم الانبياء. فهي ليها ارض ليها قدسيتها، مش مجرد بس انها دوله عربيه. كمان صلى فيها الرسول واتولد فيها سيدنا عيسى، وصلى الرسول فيها ربنا احيا له كل الانبياء في ليله الاسراء والمعراج. ومنها صعد الرسول الايه في الاسراء والمعراج. ما طلعش الرسول من مكه للسماء، طلع الاول من مكه راح للقدس، ومن القدس يطلع للسماء قصه. ولما ينزل الرسول من السماء ينزل القدس، ومنها يروح لمكه، فليها قدسيتها عندنا. نكمل كلامنا. فدي دوله فلسطين، شاور عليها كده فلسطين. اما الصغيره قوي اللي في شمال فلسطين، لا ده انت مثقف بقى، لا ده انت مثقف بقى يا باشا. قول يا محمد اسامه. لبنان.
طيب لو عديناهم هيطلعوا 12 دوله، بس احنا قلنا ان احنا في اسيوي الدول صغيره الحجم، قليل لما كنا بنلاقي دوله كبيره. معلش نحاول احنا نكتبهم بايدينا عشان نتدرب. ايه الوطن العربي بجناحي الاسيوي والافريقي؟ 13 مليون كيلومتر مربع. وعرفنا الجناح الاسيوي والجناح الافريقي، وقلنا كمان والله ان احنا الوطن العربي نركز في الحته دي. انا لما اجي اتكلم عن اي دوله في العالم او اي مكان بتكلم على حاجتين، في الموقع بتاعه وبتكلم على موقعين اثنين، في موقع جغرافي وفي موقع فلكي. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه فلكي ويعني ايه جغرافي؟ يا باشا الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه للخطوط. الله يصلح حالك. يبقى انا موقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض بسميها الموقع الفلكي. يقع الوطن العربي بين خطي طول نقط. محمد الله يصلح حالك. كلمة 60 شرقا يا باشا، خليك معايا الأول. 60 شرقا يعني شرق عمان هنا وانت مكتوشة بس. شرق عمان 60 ضربة شرقا، يعني شرق ايه؟ أقصى شرق من أول درجة عرض 60. خد بالك برضه في مرة احنا هنشتغل إن شاء الله بعد كده أسئلة التميز اللي هي مستوى قمة، الأسئلة اللي بتقيس الدرجات العليا، مش مجرد حضرتك تحفظ بس، ما عادش حد يجي حفظ. يعني يا واد يا محمد لما يقول لك 60 شرقا، أقصى امتداد شرقا شرق دولة إيه؟ سألناها على فكرة. ها؟ عمان. طب لما يقول يا باشا 17 غربا، اقصى امتداد غربا، اقصى امتداد في الغرب الوطن العربي دوله موريتانيا. مغرب ايه يا باشا؟ مغرب ايه؟ لا موريتانيا. تمام. ده بالنسبه يا باشا، ده بالنسبه لايه؟ للموقع الفلكي. طبعا ما بنسميش بقى دايركت كده يا مريم. تقول لي امتداد الوطن العربي في نقط خط طول. اذا موقع الوطن العربي يقع في كام خط طول؟ انا جبتيها ازاي؟ جزء في نص الكره الشرقيه وجزء في نص الكره الغربي، بنجمع الاثنين يا باشا. يبقى الوطن العربي يقع من 60 شرقا، احنا مجمعين 60 على 17، يبقى الوطن العربي يقع يا ب 77 خط طول. خط طول يمتد 77 خط طول. تمام. طيب الوطن العربي طبعا طالما حته شرقا وحته غربا، يبقى عندي خط طول رئيسي بيقع في الوطن العربي. يقع في الوطن العربي خط طول رئيسي اللي هو مين يا رب؟ مين؟ هو في غيره الغلبان جرينتش هو خط. طب بلاش بقى السؤال ده. يقع او يمتد خط جرينتش في دولة عربية. يمتد خط جرينتش في دولة عربية. الجزائر. فعلا هو ده خط جرينتش يمتد في دولة الجزائر، ما بتعديش دولة ثانيه غير الجزائر. ممكن يسألني يقول كم دولة عربية تقع في نص الكرة الغربي؟ كم دولة عربية قدام الخريطة؟ كم دولة عربية تقع في نصف الكرة الغربية؟ على فكرة حتى لو ما خدتش النهارده غير حتة صغيرة أنا راضية. الدرس الأولاني ده الدراسات هو أهم درس. لو ثبتناه كويس أنا عندي في الدنيا. إيه هما؟ صح. ما أقدرش أقول إن الجزائر كلها في نص الكرة الغربي، نصها. أنا ما عنديش غير دولتين اتنين في نص الكرة الغربي. إذا عندي كم دولة في نص الكرة الشرقي؟ لا يا ريس. صح. علشان الجزائر نصها هنا ونصها هنا. هو قال لك 2 يا فاضل 20 او كده 22. لا، انا عندي الجزائر صح تمام. اذا 19 دوله في نص الكره الشرقيه. كده احنا فينا من كده. ايوه والله هو ده الاسئله عندي بتعتمد على كده. هقول لك اكتر من كده، احب اقول لك كمان اسئله كمان بتيجي في الامتحان بالنمط ده. طيب احنا قلنا ان الوطن العربي في اقصى اطرافه الجنوبيه يمتد خط الاستواء. الوطن العربي يمتد كام جنوبا؟ يمتد كام جنوبا؟ 2 جنوبا. لغايه كام شمالا؟ اذا الوطن العربي يمتد في كام دائره عرضيه؟ ايدك مرفوعه. ايدينا مرفوعه. يمتد الوطن العربي في كام دائره عرضيه؟ جبتيها ازاي؟ انت مش قايله لنا جزء جنوبا وجزء شمالا، هنجمع الاثنين يبقى يا رؤيه في 39.5 دائره عرضيه. رؤيه مش فاهمه. ده كده يا رؤيه خط الاستواء درجته 0. هو الوطن العربي جنوبه بدرجتين، وشمال الوطن العربي من شماله لغايه 37.5. يعني هو مش يبقى هكتب في الكتاب 37 و30 دقيقه، يعني نص. تمام؟ يبقى الوطن العربي اللي عملنا ايه يا رؤيه؟ جمعنا 37.5 مع درجتين، الوطن العربي بيمتد 39.5 دائره عرضيه. ما عدا جزر القمر ده لها موقع 12 جنوبا وايه؟ طيب اسال سؤال. عم جاسر معانا ولا نايم؟ لو قلت لك يا سنه ثانيه، لو قلت لك كم دولة عربية تقع بأكملها في نصف الكرة الجنوبي؟ كم دولة عربية تقع بأكملها في نصف الكرة الجنوبي؟ بس الصومال لا يا ريسة، مش بأكملها. الصومال مش بأكملها. الصومال موجودة في جزء بس أخير منها، هي معظمها في نص الكرة الشمالية. طيب فهمت خلاص. طب لما يقول بقى كم دولة عربية تقع في نص الكرة الشمالية؟ تقعدوا الوقت بتاعت محمد. كم دولة؟ 20 شاطرة.
في ناس كانت تقول 21 لا ما ناس صغيره عشان سؤال مش كلها باكملها مش صغيره مش هنعدها. تاني يا ولاد خدنا ان انا عندي دائره عرض مدار السرطان بيمر في وسط الوطن العربي وعندي خط الاستواء في جنوب الوطن العربي. تمام. يجي لي بقى كمان يا حاج عمر يسالني يقول لي كم دوله عربيه يمر بها مدار السرطان؟ لا انا عايز بقى عشان نحفظ عشان لو جاتنا في الامتحان ما نوقعش الوقعه دي. ها احنا خدناها في الحصه قلناها قلنا السؤال ده ما حفظتوش بص عليه. 8 لو حته الجنوبيه اللي هي الصحراء بتاعت المغرب هتبقى 7. يعني احنا قلنا ان هم تقريبا 7 عشان الصحراء المغربيه كانت تبع منهجنا مش دوله. فقلنا عمان صف 1 2 3 4 5 6 7 دول يبقى بيمر مدار السرطان في 7 دول عربيه. اللي احنا قلنا ده الموقع الفلكي ودوائر العرض الرئيسيه اللي عندي في الوطن العربي. هو الموقع لا موقع اثنين في نوعين من المواقع فلكيا يعني خطوط طول ودوائر عرض وفي جغرافيا. يعني ايه موقع جغرافي؟ الماء واليابس الحدود اللي بتحيط موقع اي مكان بالنسبه لليابس والماء والدول المجاوره ليها ده موقع جغرافي. طيب يعني ايه موقع جغرافي؟ يعني شمالها جنوبها شرقها غربها الموقع الجغرافي يحد الوطن العربي من الشمال نقط. لو انتوا مش عارفين اكتبوها الجنوب الشرق العريض اليمين يا باشا والغرب دي الاتجاهات الاربعه الاصليه. وفي كمان عشان بس لو حد وقع منه حاجه وفي اتجاهات فرعيه تمام بين الشمال والشرق ابنهم صغير واحد حته من الاب وحته من الام اسمه شمال محصور بين الشمال والشرق الشمال الشرقي. بين الشرق والجنوب ما ينفعش ابدا بكلمه الشمال او بكلمه الجنوب. ما ينفعش اقول شرق جنوب يبقى الجنوب الشرقي. بين الشمال والغرب شمال غربي. بين الغرب والجنوب الجنوب الغربي. دي جهات الايه الفرعيه اللي باللون الاحمر ده. يبقى دي الجهات الاصليه والفرعيه لازم اكون عارفها وعارفها يعني بمنتهى السهوله. ليه؟ لان ما تجيش بقى في الشمال وممكن عيل يقع ويجي يحد من الشمال والغرب وهو اصلا على حته ثانيه خالص. الوطن العربي يحد من الشمال عرفت بقى الشمال فين؟ مش محتاجين بقى. بص محمد الله يصلح حالك. بحر متوسط زي ما قال محمد وجبال انا مش سامعه جبال طوروس البحر الاحمر البحر المتوسط وهنا في الشمال كده جبال طوروس قلناها جبال طوروس مش طوروس ده الشمال. طيب في الجنوب يحد الوطن العربي من الجنوب والصحراء الكبرى ودول مصر. بارك الله فيك. دي المحيط الهندي دول وسط افريقيا الهادي يا رب. مين اللي على الصوت ده يا ولاد؟ اساسا مفيش محيط هادي في الوطن العربي. ما عنديش غير محيطين لا اطلنطي يا هندي بس يا باشا. تمام. طيب دول وسط افريقيا والصحراء الكبرى اكبر صحراء في العالم في جنوب الوطن العربي ده جنوب. الجزء الشرقي ها ده الشرق. شوف بقى شوفوا ما شاء الله ساعه بقى ايه الجهات الاصليه عارفه ان الشرق على اليمين والغرب على الشمال ما شاء الله وقع زي الفل. سؤال هايل في المجال بيحاول شرقا على طول حاول يشتغل اطلنطي زي الفل يا باشا. في البحر العربي وخليج عمان جول خليج انا عندي هنا ده كده الخليج العربي تحتيه اخرج منه كده هلاقي خليج عمان وهنا البحر العربي تمام ده في الشرق. طب الغرب هو ده يا باشا الاطلنطي في الغرب. تخيل يا باشا يعني المحيط الاطلنطي وهنا هكرر تاني اللي قلناه هو الاطلنطي ده ولا ده؟ وحاجه واحده ساعات من حاطط الرقم هنا كده في الامتحان المحيط ما تعرفيش هو ده الاطلنطي هو امتداد واحد. جبال كردستان يبقى انا عندي بس على فكره انهي فيهم كردستان وانهي طروس؟ ايوه يا سندي ثواني انا اسف يا سندي وانت بتقولي ده جبال ايه يا سندي؟ جبال ايه يا سندي؟ لا يا باشا دي طروس مين ده الحاجه عشان الدروسه دي زاجروس. دي جبال زاجروس. امال لو عملت في الكيرف ده كده في الدوران ده كده اقول عليه ايه؟ جبال كردستان. لا دي زاجروس ودي ده الشمال الشرقي. انا خدت بالي من حاجه الوطن العربي ربنا عمل له حمايه طبيعيه. هنلاقي حواليه دايما حدود يا بحار يا محيطات يا جبال ففي لا صحراء كبيره محدش عارف يخترقها ففي حمايه طبيعيه. هيعمل ايه ده؟ ده هيأثر عليا فيه يا محمد.
بص يا محمد، كنا نقولها زمان للطلبه الثانيه هنقول ايه؟ منعت وسمحت. مش فاهم يعني ايه منعت وسمحت؟ منعت ان يجي لي اعداد كبيره من الخارج ويحتلوا بلادنا. هديك مثال، فعلا شكلنا شكل بعض يعني قريبين في كده العربي ليه؟ شخصيتنا قريبه من بعضها، من الحاجات اللي خلتنا شخصيه مميزه حتى على فكره في عاداتنا وتقاليدنا. يعني تلاقينا لينا اعرافنا، لينا احترامنا، يعني حضرتك لو في دوله عربيه، اي دوله عربيه هتلاقيها لينا برضه النظام، ما ينفعش ازور حد من غير ما استاذن، ما ينفعش مش عارفه نقعد ناكل من غير ما نغسل. احنا عندنا الضيافه والاخلاق والكرم، في سمات كده اللي لينا كعرب. فانا عندي تاني الوطن العربي، الحدود الطبيعيه المحيطه بيه منعت هجرات كبيره لاعداد غير عرب، وبالتالي حافظ على سماتنا وشخصيتنا العربيه المميزه بين الامم. بس سمحت بايه؟ باتصالنا بالعالم الخارجي، يعني مش مقفول علينا وفي عزله كده، لا، ما انا عندي مواني على البحار والمحيطات وبسافر وتجاره وتبادل تجاري، بس ايه؟ ما تجيش تحتل بلادنا، ما تجيش باعداد بالالاف ولا ملايين وتحتل بلدي، لا. وعلى مر التاريخ كان يجي المحتل ونقعد نقاوم يا عمر لغايه ما نطرده. بلد اسمها الجزائر دي اسمها بلد المليون شهيد. الجزائر يا اولاد لما نشوف الاعداد الناس اللي بتموت في فلسطين وقلبنا متقطع عليهم، هقول لكم ان الجزائر اسمها بلد المليون شهيد، مات مليون شهيد لغايه ما بقت دوله مستقله. فما تزعلش تقول اللي بيحصل في فلسطين ان شاء الله ربنا وان شاء الله هينصرهم. يعني هنتكلم عن حاجه صغيره مش هدور عليه، وهي الاهميه الدينيه للوطن العربي. هل الوطن العربي اللي احنا عارفينه اهميه دينيه؟ وطننا العربي ليه حاجتين اتنين اهميه دينيه، اللي هو ايه؟ ها؟ ازهر شريف. بص يا باشا، لما اقول اهميه دينيه على ارض الوطن العربي هبطت الديانات السماويه الثلاث، اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه على ارض الوطن العربي. سيدنا موسى وانبياء بني اسرائيل على ارض الوطن العربي، سيدنا عيسى والديانه المسيحيه، وسيدنا محمد عليه سيدنا عيسى كما في لحم في فلسطين، وسيدنا محمد في مكه والمدينه. فدي على ارض الوطن العربي ظهرت الديانات السماويه الثلاث. تاني اهميه للوطن العربي، اراضي الوطن العربي فيها مقدسات اسلاميه، مقدسات الديانات الاخرى زي المسيحيين. يبقى انا عندي في المملكه العربيه السعوديه عندي الكعبه المشرفه، عندي في فلسطين فيها يخصنا احنا مسجد الاقصى وقبه الصخره، وعندي خاصه بالاخوه المسيحيين عندنا كنيسه المهد. طيب دي اهميه دينيه، مهبط الديانات الثلاث ووجود اماكن مقدسه زي كذا وكذا. طيب اهميه حضاره، ايه الحضارات اللي ظهرت على ارض الوطن العربي؟ للوطن العربي العديد من الاهميات الحضاريه. ايه الاهميه الحضاريه؟ ايه يا باشا؟ طبعا الحضاره المصريه القديمه، حضاره فرعونيه، ادم صح، بلاد العراق حضاره عظيمه جدا، حضاره بلاد العراق، في لسه حضاره بلاد اليمن ده مذكور في القران. فاكرين ملكه بلقيس اللي كانت بتاع سيدنا سليمان، بنسميها على اسم القناه بتاعتي. المهم فانا عندي حضاره بلاد اليمن واللي ذكر في القران وسد مائرب والكلام ده، اليمن، وحضاره بلاد الشام سوريا ولبنان. المنطقه دي كان فيها حضاره عظيمه جدا، حضاره فينيقيه. فانا عندي لما اقول لي اهميه حضاريه يعني الحضارات، اقول حضاره كذا وحضاره مصر والعراق وبلاد الشام وبلاد اهميه دينيه، يبقى مهبط الديانات ومزارات الاماكن المقدسه زي كيت. احنا كده انتهينا من الجزئيه دي، هنكمل الدرس بتاعنا ان شاء الله في المره القادمه. دمتم في امان الله.